إبراهيم بلال عن مجال الفن التشكيلي. الفنان التشكيلي والنحات إبراهيم بلال فنان تشكيلي ونحات مصغرات مصري، بدأ بدراسة الفن التشكيلي ودراسة الأساليب والخامات، كل خامة وأسلوب على حدة، إلى أن أتقن معظم الخامات والأساليب. يمكنك القول أنه تحول من طالب للحقوق إلى طالب في كلية الفنون، ولكن تعليماً ذاتياً من خلال الإنترنت. أتم دراسته الجامعية ولكنه احترف الفن التشكيلي، وبدأ بدراسة فن البورتريه في بعض الأكاديميات الفنية الخاصة، إلى أن أصبح فناناً متفرغاً للفن فقط، ولديه شغف تجاه كل ما هو فني وحرفي. ومن هنا اتجه بمحض الصدفة إلى النحت المصغر أو نحت المنمنمات على سنون أقلام الرصاص، ولم يكن يعلم أنه في يوم ما سيكون حديث جميع وكالات الأنباء المحلية والعالمية، المعارض والورش الفنية. أقام إبراهيم بلال العديد من الورش والمعارض الخاصة بتعليم فن البورتريه بهيئة قصور الثقافة المصرية، وأقام مجموعة مختلفة من الورش الفنية في بعض الأكاديميات الخاصة بالفن التشكيلي، وأقام أيضاً أول ورشة خاصة بتعليم فن النحت المصغر على سنون أقلام الرصاص. كما أقام أول معرض من نوعه في مصر والوطن العربي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالتزامن مع الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء المتحف، حيث عرض مجموعة من 20 مجسم على سنون أقلام الرصاص لأشهر القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف. شارك إبراهيم بلال بدعم من بنك القاهرة بمعرض تراثنا، وأقام ورشة تفاعلية مع الجمهور عام 2021. الجوائز والتكريمات: تم تكريم إبراهيم بلال من الاتحاد العالمي للمبدعين العرب أكثر من مرة، وتم اختياره من قبل جريدة الرؤية الإماراتية كأحد أشهر الشباب العرب المؤثرين على السوشيال ميديا في الوطن العربي عام 2021 ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسوشيال ميديا.